الأجواء هنا في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي. نعم، في أمسية لا شك أنها هي للتاريخ. نعم، هي مباراة ودية، ولكنها على مستوى الأهمية، على مستوى الحضور، على مستوى المنتخب القادم والمرشح الكبير للمنافسة على المونديال القادم. لا شك أنها هي مناسبة كبيرة بحضور الكبير ليونيل ميسي في أبو ظبي مرة أخرى، وهو الذي توج هنا في طبعا العاصمة أبو ظبي في بطولة كأس العالم للأندية عام 2009 مع برشلونة. تغيرت كثير من الأمور وتبدلت السنين، ولكنه يعود مرة أخرى إلى أبو ظبي، هذه المرة إلى هذا الملعب، إلى استاد محمد بن زايد في أمسية أخرى للتاريخ. أيها السيدات والسادة، يا لها من فرصة ويا لها من مناسبة ويا لها من لا شك مناسبة للاعبو. عندنا منتخب الأرجنتين، وفي القادم أيضا عندنا لا شك السوبر الأرجنتيني سيلعب إن شاء الله. تبدأ المباراة الودية الدولية التاريخية كرة تلك المشاركة الأولى من 32 سنة بالتمام والكمال، ويوم وأهلها، ومباراة مهمة جدا. عند ميسي الآن يتقدم للظهير الأيسر أكونيا، هذه محاولة كرة تلعب ولكنها مرت للأمام. نحن يوم ما قبل بالمناسبة قابلنا مرات لا زالت لمنتخب الإمارات، كرة تلعب بكرة فيها سرعة كبيرة الآن لمنتخب الإمارات من حارب عبد الله السهيل خارج الملعب. رمية تماس، لاعب خبير في سن 34 سنة، ولاعب أيضا بتجربة غنية مع السيتي قبل ذلك، ولكنه الآن يلعب في نادي بنفيكا. اللاعب الذي كان مصابا ولكنه تشافى وتعافى، ولدينا خطأ يحتسب لعبد الله رمضان. ميسي في هذا المكان، الدقيقة الثامنة، العرضية منتخب الإمارات. كرة طالت على أنخيل دي ماريا، أنخيل دي ماريا مع بالفانيلة الجديدة، كرة تلعب خطيرة للأرجنتين، ولكن برافو 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 شاهين عبد الرحمن في يوم بدون خوف بدون خوف بدون خوف باتجاه للمونديال مع ليونيل ميسي. هذه كرة تلعب خطيرة وللأمام، ولكن طالت على ليونيل ميسي، طالت على ليونيل ميسي، وصلت عند خالد عيسى. ديبول في الكرة الماضية تذهب وتعود وتصل، وحلوة حلوة حلوة حلوة. الله الله يا ولد، الله يا عبد الله يا حارب. 35 مباراة بلا خسارة، كرة تلعب وتصل لميسي عند خالد عيسى في الكرة الماضية، يحسب أيضا ل هنالك أيضا أوتاميندي في بنفيكا. بينما الآن الأبيض يقدم صورة ممتازة، والكرة تلعب ميسي يرسلها ويسجل. الأرجنتين تسجل من الفارس. كانت لنا نعم، المحاولة الخطيرة كانت لنا، لكن من مرتدة نحن فتحنا الطريق. نحن طبعا المساحات الموجودة. الفارس جوليان الفارس مع غوارديولا في السيتي يسجل هدف الدولي الثالث في مباراة الدولية رقم 12. نعم، لعبت بهذه الصورة، التسلل غير موجود لأن الضرحاني كان مخطي، لكن ميسي بعد ذلك ناظر الزميل، والكرة إلى جوليان الفارس. عندما تصل الكرة إلى ميسي، هذا دي ماريا وصلت إلى ميسي، نقلت للأمام، والكرة إلى ضربة ركنية. والمحاولة مستمرة ولا زالت قائمة أيضا. رمضان حارب أمام، شوف أمام تعلق الأمر. وتصور فقط أن يعني كأس عالم مثلا لليونيل ميسي، المرور في الكرة الماضية لكن تبعد، والكرة لصالح الأرجنتين تلعب عالية، إبعاد، تسديد. الله دي ماريا الجودة كما يجب أن تكون، الجودة الأرجنتينية، الجودة الكروية كما يجب أن تكون. نعم، الكرة لعبت أنخيل دي ماريا، هذا اللاعب الرور. ميسي يسدد واصطدت ووصلت إلى خارج الملعب إلى منتخبنا في حالة الضغط، ومنتخب الأرجنتين يعبر بالكرة الماضية. وحكم المباراة المصري خالد عيسى، مضغوط يا خالد. نعم، اصطدت فيه لاعب المنتخب الأرجنتيني أكونيا لاعب إشبيليا الإسباني، وضربة حرة مباشرة في هذا المكان.
ضربة حرة مباشرة تلعب ولكنها بعيدة على مرمى خالد عيسى في اللقطة الماضية. طبعا الأرجنتين المصنف الدولي كرة لعبت ونقلت وخطيرة وفرصة وهدف، هدف ثالث للأرجنتين، هدف ثالث للأرجنتين وأنخيل دي ماريا نعم يقدم مباراة ممتازة. أنخيل دي ماريا ويسجل هنا الهدف الثالث للأرجنتين، الثاني الشخصي بالنسبة له، والآن وصل دي ماريا إلى 27 هدف في مباراته الدولية رقم 100. كرة باتجاه خالد الضحاني، كايو كانيدو طبعا في بدلاء بالنسبة هذا اللي معذبنا في الشوط الأول. كرة تلعب للأمام وميسي بالراس، لكن خالد عيسى تكون في ميسي، مرور التسديد، الله يسجل. وأنا قلت تسجيل الأهداف عند ميسي مثل شرب الفناجيل، نعم هدف رابع للأرجنتين على منتخب الإمارات الوطني داخل منطقة الجزاء. طريقة المراوغة بالمناسبة أخذ اثنين من لاعبتنا ربما يصل إلى 100 هدف. سلامات يا ميسي، سلامات يا ميسي. حارب الله مرة أخرى. ومنتخب الإمارات نعم أمام الشوط الثاني منتخبنا بداية جيدة، حد من أفضل لاعبتنا. الله كان ممكن يدونها للتاريخ على أداء جيد في مباراة اليوم خطيرة في الكرة لمنتخب بقيمة الأرجنتين وعلى السوبر الأرجنتيني أيضا. فرض أن اتحاد كرة القدم كرة تصل عند موجود أيضا ماجد راشد نعم يشارك الآن مكان علي سلمي. عبد الله حمد في الكرة الماضية حلوة الفكرة واخذوا هات، لكن دائما موجود ايضا لاعب المنتخب الارجنتيني. هذا انطلاقه الان للامام، محاوله خطيره والكره ونسجل في مرمانا. نحن اللي سجلنا اعتقد في مرمانا. الهدف الخامس للمنتخب الارجنتيني، الهدف الخامس للارجنتين في مرمانا بعد مرور ربع ساعه. سجلوا علينا الشوط الاول بعد 17 دقيقه، يسجلوا الان هدفهم الاول في الشوط الثاني بعد الدقيقه رقم ربع ساعه، بعد 15 دقيقه. جميل الله، حلوه هدف. كان ممكن تسجل، كان يلعبون في اوروبا العربيه الخطيره في الكرات الماضيه بعد، لكن تعود وماجد راشد. وعندنا حاله الشحه لا شك في ذلك. اسبانيا مرشحه مع ايضا طبعا منتخب. دقيقه اخيره من عمر مباراه اليوم، ضربه